ازيكم يا شباب؟ اخباركم يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد علاء، وفي فيديو النهارده هقدم لكم 3 افكتات لو عملتهم صح هيخلوا الاديت بتاعك سينماتيك بطريقه رهيبه. يلا بينا نبدا. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا عايز الشانل تكون عن اكتر من مجال، مش مجال الجيم ديف بس، وكلامنا النهارده عن الفيديو اديتنج ببريمير. اول افكت معانا هو الكالر كوريكشن. طبعا مش هقدر اقول لك ده مهم قد ايه، لان حرفيا اي محتوى بصري انت بتتفرج عليه بيكون عليه كالر كوريكشن، سواء بقى فيلم، مسلسل، فيديو يوتيوب زي اللي انت بتشوفه دلوقتي. حاجه زي كده مهمه جدا ان انت تقدر تعملها وتقدر تعملها صح. بكل بساطه الكالر كوريكشن هو تعديل الالوان عشان توصل للوك معين. مثال على كده الصوره دي. ده اول افكت هنطبقه النهارده، ويلا بينا نعمل كده في بريمير. اول حاجه هنعملها هو ان احنا نسحب الفيديو بتاعنا على التايم لاين. بعد كده هندوس رايت كليك في الميديا براوزر ونختار نيو ايتم ادجستمنت لاير. بعد كده ندوس اوكي. هنسحب الادجستمنت لاير فوق الفيديو بتاعنا بالشكل ده. بعد كده هنروح للتاب بتاعه اللوميتري كولر، هندوس عليها. بعد كده نفتح التاب بتاعه البيزك كوريكشن، وبعد كده نبدا نعدل في السلايدرز دي لحد ما نوصل لشكل عجبنا. كده نكون طبقنا الكالر كوريكشن باستخدام اللوميتري كولر. تاني افكت معانا هو السلو موشن. نفترض ان انت دلوقتي بتتفرج على فيلم اكشن وجي مثلا فايت سين، فبنسبه كبيره هتلاقي ان المشهد ده مبطئ. السلو موشن كل وظيفته هو انه يجذب المشاهد ويشد انتباهه. كمثال حتى ان انت لو جبت نفس المشهد ده وعليت السرعه بتاعته هتحس ان هو ممل. وده تاني افكت هنعمله النهارده، ويلا بينا على بريمير تاني. طيب قبل ما نعمل الافكت في 3 حاجات لازم نفهم الفرق ما بينهم: الفريم سامبلنج، الفريم بلندنج، والاوبتيكال فلو. الفريم سامبلنج بينسخ الفريمات، اما الفريم بلندنج فبيحط كروس فيد ما بينهم، اما الاوبتيكال فلو وهو عاده اللي بيديك اكتر نتيجه سموث او سلسه بيصنع فريمات جديده. ودلوقتي نيجي للسلو موشن. ازاي هنطبق السلو موشن؟ هنروح على الفيديو بتاعنا وندوس رايت كليك، وبعد كده نختار سبيد ديوريشن. بعد كده هنغير السرعه للفاليو اللي احنا عايزينه، انا هخليها 50. فطبعا زي ما لاحظتوا هتلاقوا ان الفيديو زاد لضعف الحجم لان احنا قللنا السرعه ل 50. تمام؟ فلو جيت تتفرج على الفيديو دلوقتي هتلاقيه بالشكل ده. دلوقتي بقى نيجي نختار التايم انتربوليشن اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هم الفريم سامبلنج والفريم بلندنج والاوبتيكال فلو. هندوس رايت كليك، تايم انتربوليشن، انا هختار اوبتيكال فلو. طبعا هتلاقوا شريط باللون الاحمر اتعمل على فوق الفيديو في التايم لاين. طيب ازاي هنحل المشكله دي؟ انا هقص الحتت اللي انا مش عايزها في الفيديو، وليكن مثلا كده. بعد كده هروح في اول التايم لاين ادوس على حرف الاي، واقف عند اخر الفيديو وادوس عند حرف الاو، بعد كده ادوس على زر الانتر. دلوقتي الفيديو هيبدا ان هو يعمل ريندرنج جوه التايم لاين. نيجي نشغل الفيديو دلوقتي هتلاقي ان هو بيشتغل بكل سلاسه. اخر حاجه معانا هي الكروب. لما بنيجي نتكلم عن شكل الافلام عموما اول حاجه بتيجي في بالك هي البلاك بارز اللي بتكون فوق وتحت. طيب ليه الافلام بتستخدمهم؟ الافلام عاده بتتصور بوايدر اسبكت ريشيو عن الفيديوهات العاديه، فبالتالي لو جيت تعرضها على الشاشه من غير البلاك بارز اللي هي فوق وتحت هتلاقي ان الفيلم حصل له زوم عشان يملى الشاشه. فده بالتالي لما بتحطه على الفيديو بتاعك بيديله شكل سينمائي زي ما هنشوف في الاديت. وده طبعا تالت افكت معانا، فيلا نعمله في البريمير. تمام، واخر حاجه معانا هي الكروب. انا في الفيديو ده هحطه على نفس الادجستمنت لاير. طيب هنوصل للافكت ازاي؟ هنروح عند الافكتس بانل ندوس عليها، وبعد كده نكتب كروب. بعد كده هنختار الكروب افكت، هنسحبه ونحطه على نفس الادجستمنت لاير. طبعا ده هيشيل الريندرنج بريفيوز اللي احنا عملناها لما دوسنا انتر، بس مش مشكله ممكن نعملها تاني عادي. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ هنبدا ان احنا نغير في الفاليوز بتاعه الكروب افكت من هنا. انا هخلي فوق 15% وتحت 15% برضه، هيدينا الشكل ده. وعشان الفيديو يكون سلس معانا في البلاي باك هندوس انتر تاني. وبس كده نكون خلصنا الايديت بتاعنا، ونقدر ان احنا نعمل اكسبورت ونشوف الفاينل اوتبوت. طيب عشان نعمل اكسبورت للفيديو هنعمل ايه؟ هنقف في التايم لاين وندوس كنترول ام. بعد كده هيجيب لك الاسم بتاع الفيديو والمكان اللي انت عايز تعمل اكسبورت فيه، الكواليتي والفورمات. ما تغيرش الفورمات، او لو هي مش عندك H.264 خليها H.264. وبعد كده اختار الكواليتي اللي انت عايزها، مثلا 1080p او 4K، وبعد كده بتدوس اكسبورت. وبس كده. ودلوقتي احنا خلصنا 3 افكتس. تعالوا نشوف الايديت بتاعنا دلوقتي عامل ازاي. وبكده نكون خلصنا الفيديو، ويا رب يكون الفيديو عجبكم ويا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب، قولوا لي ارائكم في الكومنتس، وما تنسوش تشيروا الفيديو على كل المنصات. والسلام عليكم.